بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا معايا الكتاكيت في اليوم الخامس، يعني 4 أيام ولسه في بداية اليوم الخامس، يعني الكتكوت يعتبر عمره 4 أيام. وحجم الكتكوت بسم الله ما شاء الله، يعني حجم الكتكوت كويس. واحنا عارفين زي ما قلت لكم قبل كده، أنا ما صورتش بقى طبعا معاكم في الفيديو بتاع الاستقبال لأني صورته كتير قبل كده، وقلت أصور الأيام اللي أنا ما صورتهاش مع حضراتكم قبل كده. زي ما عارفين ان هو الكتكوت اهم حاجة في الكتكوت، عشان الكتكوت يحول ويديني حجم كويس. نوعية الكتكوت نفسه لازم تكون نوعية الكتكوت نوعية كويسة، يعني ما يبقى الكتكوت في الفرز الاول او في الجيل الاول عشان ياكل معاك الكتكوت ويحول بسرعة. لان عارفين انها الطيور او الكتاكيت عموما كلها هتاكل، ان كانت نوعيتها من الدرجة التانية او من الدرجة التالتة. كل ده جديد هياكل زي ده زي ده، بس لكن التحويل هيبقى ضعيف. ووريتكم وقلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده انا بعرف الكتكوت اللي هو الفرز الاول من الفرز الثاني ازاي، ان انا بمسك الكتكوت واقلبه على ظهره، وان كان اتقلب في خلال ثانيتين او 3 يبقى ده نوعيته كويسه من الجيل الاول، وان كان الكتكوت ما اتقلبش الا بعد فتره يبقى ده الفرز بتاعه مش كويس. وكمان يبقى انا جبت كتكوت كويس وفرز كويس، يبقى اهتم بدرجه الحراره. درجه الحراره بالنسبه للكتكوت مهمه قوي، لانه الكتكوت ان برد معايا يجيله اسهال وبيكش وبينبدل الكتكوت، وتبص تلاقي رجليه كشكشت وجسمه بيتملي بالريش وبيقف، يعتبر التحويل بيقف عنده خالص. في الاسبوع الاولاني بيوصل حجم الاسبوع والكتكوت يعتبر بيخس عن سن اليوم وبيتملي بالريش، اللي بيفرق فيه ان هو بيتملي ريش. لكن ان كان الكتكوت نوعيته كويسه وانا حافظت عليه بدرجه حراره كويسه، بلقى الكتكوت وصل لعمر الاسبوع واداني تحويل كويس والريش قليل زي ما حضراتكم كده شايفين معانا اهو. الكتاكيت الريش لسه فيهم، لسه طالع بالشكل ده، وحجمه كويس اهو. حجمه بسم الله ما شاء الله، حجم الكتكوت اهو عمر 4 ايام، يعني ما شاء الله حجم الكتكوت كويس اوي. يبقى بالاهتمام بدرجة الحرارة زي ما قلت لكم، درجة الحرارة بتطلع مش أقل من 33 ولا أكتر من 35، وحافظ عليها. يعني احنا بدأت درجة الحرارة ترفع، الناس تقول لك الجو حار، لا أنا أحط الكتاكيت لمبة بيضة، لا أنا همسك الكتاكيت أسيبها كده في مكان واسع وأنور لها لمبة واحدة. لما تبقى مجموعة كبيرة ما تنفعهاش اللمبة الواحدة وما تنفعهاش اللمبة البيضة. يعني زي ما حضراتكم شايفين أنا الكتاكيت هنا حطاها في كرتونة ومغطياها زي مشمع ومتقل عليها بالغطا في الأيام الأولانية. وبدأت بعد كده هوي، يعني أول يومين كنت مغطية كده الكرتونة كلها بالمشمع وفوقها بطانية خفيفة عشان أحتفظ بدرجة الحرارة. ومعايا هنا الترمومتر أو زي ما حضراتكم كده شايفين، طلعت الكتاكيت دي على درجة حرارة 35 وغطيتهم في اليومين الأولانيين. وبدأت في ثالث يوم إن أنا أعمل تهوية للكتاكيت. ممكن في الشتاء التهوية يبدأ بقى بعد الأسبوع، لأنه زي ما حضراتكم عارفين إنه في الشتاء الجو بيبقى ساقع والجو بيبقى برد، فما بقدرش أهوي الكتاكيت. لكن هو دلوقتي الجو بدأ يسخن ودرجة الحرارة بدأت تعلى، فيبقى من السهل عليا إن أنا أهوي الكتكوت مع الاحتفاظ بدرجة الحرارة. الكتكوت في العمر الأولاني بيبقى ضعيف، بيبقى الكتكوت وزنه 40 جرام 45 جرام، يعني ممكن الاتنين لما أحطهم على الميزان يدوني 95 جرام. حجم الكتكوت كويس. في كتاكيت بتبقى بشاير بتبقى حجمها رفيع، لكن يعني هو الكتكوت المفروض ما جابوش أقل من 40 جرام، ممكن يبقى 45 أو يصل ل50 أو 47 أو 48، ده الكتكوت الكويس. لأنه الكتكوت لما بيبقى حجمه كويس بياكل وبيزيد معايا بسرعة، لكن الكتكوت الرفيع يعني ماش بتبان عليها إلا في الآخر بقى إنه يبدأ التحويل بتاعه يزيد. يبقى اهتم بدرجة حرارة مناسبة مع العلاج اللي أنا بستعمله للحضانة، وتلاقوه في الفيديوهات، وابقى احط لكم اللينك بتاع فيديو الاستقبال في الوصف. واهتم بالنظافة ودرجة الحرارة المناسبة، وابدأ بالتهوية بقى من اليوم الخامس. بدأت أعمل تهوية للكتاكيت لأنه النهاردة الجو حر ودرجة الحرارة عالية، وبدأت أعمل تهوية مع الكتاكيت. والكتاكيت الحمد لله يعني حجمها كويس وشكلها كويس. وانا قلت لكم الكتكوت المواصفات بتاعته بيبقى ريشه قليل وبتبقى الرجلين عنده تخينة، وحجم الكتكوت كويس مع الاحتفاظ بدرجة الحرارة والتهوية المظبوطة، فبيديني تحويل بسرعة وبيديني وزن كويس. وهوزن معاكم ان شاء الله المرة الجاية. انا دلوقتي ما فيش، انا استعملت معاهم العلاج بتاع الحضانة اللي هي الكوليستين، البودرة المضاد الحيوي والفيتامينات والاملاح.
بضيف 8 ساعات من الكوليستين جرام على اللتر، و8 ساعات من الأملاح والفيتامينات، 2 سنتي من الأزاز الصغيرة أو سنتي واحد على اللتر من اللتر الكبير. طيب بستعمل دواء العلاج بتاع الحضانة دي ده يعني من 3 ل5 أيام، وبعد كده بوقف. ببدأ بقى استعمل معاهم الخلطات، أي حاجة طبيعية بتبقى مفيدة للطائر. هتستعملي ليمون ماشي، كمون، شيح. بنبدأ بقى بعد ال10 أيام هنستعمل الحلبة والخميرة، هبقى أقول لكم أصور معاكم المرات اللي جاية وأقول لكم هنستعمل إزاي. النهاردة هستعمل معاهم الشيح كويس للكتكوت، بيغسل أمعاء الطائر. أنا كنت بغليه قبل كده في الفيديوهات اللي كده، وبمسك أحطه في غلاية أو في حلة وأغطيها عشان الأبخرة والغازات وتحتفظ بها وما تتبخرش منها. لكن بقيت أستعمله كده الشيح من غير غلي، لقيته أحسن يعني. ده الشيح معانا يعني أكيد حضراتكم كده عارفين الشيح. ده الشيح أنا بجيبه من العطار، أنا بجيبه ب5 جنيه، بتكفي معايا الدورة كلها. بضيف معلقة من المعلقة بتاع الأكل على السقاية ال4 لتر. الشيح حلو للطائر، بيغسل الأمعاء بتاع الطائر، بيمنع أي إسهالات أو أي ميكروبات في بطن الطائر، وبيخلي الطائر إن هو بيبقى نسبة الهضم عنده أسرع، يعني بيخليه ياكل ويسحب في العلف. الشيح لأنه مفيد للهضم، حتى للإنسان. زمان كانوا الجماعة بتوع زمان كان اللي بطنه توجع ولا كده كان يقول له خد شيح، مع إنه الشيح طعمته مرة. يعني أنا مرة جدتي أم أبويا كانت بطني وجعاني، قالت تمسك شوية شيح اشربيهم واشربي وراهم مية. خدت منهم وفعلا المغص هدي معايا وبقت كويسة، بس طعمته مر أوي. فأنا بستعمله للطيور عشان يمنع عندهم أي ميكروبات في الأمعاء ويغسل بطن الطائر، وبيخليه كمان الطائر لما بيبقى خالي من الإسهالات أو من النزلات المعوية بالطبيعي ده بيسحب علف وبيحول، لأن احنا عارفين الإسهال عند الطائر بيبدأ يضعف من تحويل الطائر بيبقى تعبان، بيسهل، بيجهد، فما بياكلش كويس. ما بالطبيعي حتى الإنسان العيان اللي بتبقى بطنه وجعاه مش هيقدر ياكل. فهو الطير زيه زي الطفل زي الإنسان. الطائر لما يجيه إسهال بقى مش هيقدر يسحب في العلف، يبقى بالطبيعي مش هيحول كويس. لكن الوقاية خير من العلاج. لما تبقى الطيور خالية من الأمراض بالمحافظة والوقاية والواحد يعتني بالطائر، خلاص يبقى إن شاء الله هتبقى الدورة ماشية كويسة والتحويل هيبقى معاها كويس وهيبقى زي الفل. ويعني كرمنا ربنا إن هو الجو بدأت تدفى، مع إنه فيه ناس كتير تقولك أنا محبش أربي الفراخ البيضة في الصيف، الفراخ البيضة مش بتنفع. لا، أنا الفراخ البيضة عندي بتريحني في الصيف عن الشتاء، لأن هنا أنا بربيها تحت في البدروم، وفي الشتاء بيبقى درجة الحرارة ساقعة قوي. لكن في الصيف بتبقى الجو كويس. يعني أنا درجة الحرارة عندي هنا في الشتاء بتبقى من 8 درجات ل11 درجة. بتبقى صعب إن أنا أحتفظ بدرجة الحرارة، بضطر أنور لمبات، يا إما 2 لمبات من 200 يا إما لمبة من 500، ودي بيكلفني في فواتير الكهرباء كتير. لكن في الشتاء أنا بنور اللمبة المية العادية الصغيرة دهي، وبعد كده بقى بشيلها وبتبقى على نور النهار على نور الجو العادي، وبالليل على اللمبة البيضة بتاع السقف عشان الكتاكيت تاكل عليها. وبيبقى الجو حلو. وفي الصيف بقى بتسيب الطائر بقى ياخد راحته، وبتاجي بعد ما يكمل الأسبوع أبدأ أوسع له شوية شوية وبسيبه بقى في مكان بيبقى أريح. لكن في الشتاء ببدأ أضيق له عشان يدفي، وطالما بضيق له المكان بيبدأ المكان يوسخ بسرعة ويتبل بسرعة. لكن أنا بالنسبة لي رباية الكتاكيت في الصيف بتريحني عن الشتاء. وفي الصيف الطائر بقيته بيدفى ما بيسحبش علف، لأنه الطائر لما بيبدأ يبرد بيسحب كمية علف ويدفى منها، بيبدأ يحرق فيها أكتر عشان يدفي جسمه ويصل لدرجة الحرارة اللي هو عاوزها. لكن في الصيف خلاص هو الجو كويس وقدامه درجة الحرارة المناسبة، فما بيبدأش يسحب معايا علف، أقل كمية علف بتكفيه. وإن شاء الله يديكم طولة العمر. هنشوف الكتكوت هيصل قد كيف، وفي كم وقت هيصل لفترة الذبح وياخد علف قد كيف. وإن عجبكم الفيديو ما تنسوناش الاشتراك في القناة وعمل اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.